اكتشفتي خيانته ومش عارفة تنفصلي ولا قادرة تكملي، تعالي أقولك تعملي إيه. في البداية خليني أقولك إن الخيانة ملهاش مبرر سواء من راجل أو من ست، ومفيش أي سبب أنا هقولهولك ممكن يقنعك أو يرجعك عن اللي في دماغك، لأن القرار في الحالة دي بيكون ليكي أنت وبس، ولازم تبقي مقتنعة بالقرار اللي أنت خدتيه وحاساه أنسب لحياتك ولظروفك. لكن أهو أديني بساعدك، يمكن أفيد واحدة أو اتنين أو مليون. قرار رفض الخيانة أو غفرانها بيتوقف على حاجات كتير، ولازم قبل ما تاخدي قرار تكوني حاسباه كويس قوي عشان ما تبقيش في النهاية خايبة وترجعي تغني ظلموه. ومش معنى كده انك تقبلي وتعملي عبيطة وتعدي، لا، خدي موقف ومواقف كتير قوي كمان. وانا هنا بتكلم على قرار الانفصال، بس في النهاية القرار متوقف عليكي انت، وعشان ما تبقيش يا خيبتك لازم تفكري في الحاجات دي. دلوقتي هو خانك، والخيانة عدم ثقة، انت لازم تفكري مع نفسك كويس قوي هتبقي حاسة بايه لو رجعتي له. هل هتفضلي تراقبيه وتشكي في كل حاجة بيعملها؟ هل هتعرفي تسامحيه؟ هتعرفي تنسي؟ لو هتعرفي تسامحي وتتعاملي معاه عادي ارجعي له، بس طبعا بعد ما تعلميه الادب على الحركه اللي هو عملها فيكي. الخيانه مش سهله، مش اول ما يجيب لك خاتم ذهب ولا علبه شوكولاته تسامحيه على طول يا خيبتك، لانه كده عرف ديتك، والمثل بيقول اللي تعرف ديته تعمل فيه ايه، اكيد انتوا عارفين. طب لو مش هتعرفي تسامحي ولا هتنسي وهتفضلي تشتكي طول الوقت، في الحاله دي ما ترجعيش واطلبي الانفصال، بس ده برضه هتوقف عليه حاجات كتير قوي. اولا، عندك اولاد ولا لا؟ ما انت برضو لازم تعملي حسابك ان انت ممكن كده تشيلي مسؤوليتهم لوحدك، او العيال نفسيتهم تتعب عشان ابوهم يعني فارغه. وفي حاله لو ما عندكيش اولاد، انت كده يا حبيبتي محظوظه قوي. طب لو عندك اولاد، هنا بقى نعمل ايه؟ هل عندك مصدر دخل في حاله لو استندل وعند وبطل يصرف عليكم؟ هتقدري على تربيتهم لوحدك؟ هتعيشيهم فين؟ علاقتك انت وابوهم بعد الانفصال هتبقى عامله ازاي؟ اتعلمي دايما ما تاخديش قرار غير لما تكوني دارساه كويس، لانك لو ما عملتيش كده هتبقي يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. وعايزاكي تفكري كويس قوي قبل ما تقرري تسامحيه، هل دي اول مره خيانه ولا هو متعود؟ وفكري كتير ايه اسباب الخيانه، هل هو شايفك وعامل لك اعتبار ولا لا؟ احسبي حسبتك كويس قوي وان شاء الله تاخدي حقك. اصل تعالي نفكر مع بعض، لو انت اللي خنتيه هيسامحك؟ لو جيتي في يوم من الايام عملتي اي تصرف من وراه، او حس بس ان انت مش عامله له اعتبار، ساعتها ممكن يعتبرها خيانه، هل ساعتها هيسامحك؟ في رجاله ما بتجيش غير والست قويه قدامهم، خليكي قويه، خليكي تقيله، واغضبي وازعلي، ما تسامحيش على الخيانه بسهوله، خلي الراجل يعرف قيمتك ويقدرك، واعملي لنفسك قيمه حتى لو مش هتطلقي. ما تتصالحيش بسهوله وعززي نفسك بدل ما يخونك اتنين وخميس يا خبت. وانتي قوليلي لو اتحطيتي في موقف الخيانه ده هتعملي ايه؟ وتابعيني انا بسنت النبراوي في يا خيبتك عشان نشوف خيبتي وخيبتك.